طيب بصوا، انا كان المفروض دلوقتي اشرح لكم السيستم بصراحه، ولكن انا عندي كويز، فهنعمل الكويز ده الاول وبعدين نرجع تاني نشرح السيستم. هو كده كده سهل يعني. اول حاجه هتظهر لنا في السيستم هي البتاعه دي، نوتيفيكيشن كده بتوديك للفيديو اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. تقدر تاخدها كمرجع تستخدمه في اي وقت، ولكن السيستم بسيط يعني فانت مش هتحتاجها، فخلينا نقفلها بالشكل ده. بعدين بتروح فوق على الشمال وبتدوس كويزز. هيقول لك انك تكتب الجيم بين. الجيم بين دي بتكون مجموعه من الارقام بتاخدها من المدرس، وبعدين النيك نيم تقدر تكتب فيه اسمك. طيب انا الجيم بين بتاعي 157502، وبعدين بندوس على جوين جيم، وبعدين بنستنى لحد ما الهوست او المدرس يبدا الكويز. اول ما يبدا هتلاقي السؤال ظهر بالشكل ده. اول حاجه بيظهر لك عدد الاسئله، فده السؤال رقم 1 من 3، وبعدين هنا السؤال، وبعدين دي الاختيارات. طيب which word is pronounced buck؟ دي البرونسيشن بتاع buck، دي phonetics بندرسها في الكورس، فالإجابة الصح هتكون buck بالشكل ده. بعدين بنستنى بقى لحد ما كله يجاوب ونتأكد هل الإجابة بتاعتنا فعلا صح ولا غلط. طيب كده الإجابة بتاعتنا صح بما إننا اتضاف لنا سكور. طالما اتضاف لنا سكور يبقى الإجابة صح. لو السكور ما زادش أو فضل زيرو في حالتنا دي لأن ده أول سؤال، ده معناه ان الاجابه غلط. رغم ان احنا جاوبنا السؤال الاول صح، احنا في رانك 2. فده ليه حصل؟ بكل بساطه لان الكويز ده متبرمج ان لو اتنين جاوبوا الاجابه الصح، اللي داس الاول هو اللي بياخد نقاط اعلى. بمعنى ان لو انا وانت في الكويز واحنا الاتنين اخترنا الاجابه الصح لكن انت دوست قبلي، انت هتاخد نقط اعلى وهتسبقني في الترتيب. فخلينا نكمل بقى، والمره دي نحل بسرعه شويه. She don't like ice cream. Is this sentence grammatically correct؟ طبعا false علشان she doesn't like ice cream. طيب انا جاوبت بسرعه المره دي فهتلاقيني اترقيت وبقيت رانك 1. ولو احنا خدنا بالنا السكور في اول مره كان 1000، دلوقتي زدنا 1233 لان احنا دوسنا اسرع شويه فسكورنا زاد اكتر بشويه. طيب السؤال الثالث what is a synonym of happy؟ طبعا happy synonym يعني مرادف، فهنقول joyful. طيب وده كان ثالث سؤال واخر سؤال، فهيظهر لنا بقى النتيجه. طبعا انا زدت بقت 3400، وده معناه ان الاجابه بتاعتي كانت صح. فدلوقتي بما ان الاسئله خلصت هيظهر بقى الفاينل رانك او الترتيب الاخير. خلينا نشوف طلعنا كام. فيس طلعت الاول. طيب خلينا بقى نرجع للهوم ونكمل. طيب دي صفحه الاوفر فيو، دي بيكون فيها ملخص لكل الصفحات. خلينا بقى ندوس على المنيو اللي فوق على الشمال دي علشان نلاقي باقي الصفحات. تاني صفحة هي الاساينمنتس او الواجبات، دي بيكون فيها الواجبات اللي انت المفروض تسلمها. طيب خلينا نشوف الاساينمنت ده كده. ده التايتل او اسم الاساينمنت، وبعدين الستيتس بتاعته او حالته. دو معناه ان انت لسه ما سلمتوش، submitted معناها ان انت سلمته، وgraded معناها ان انت سلمته والمدرس صححه. بعد كده بنلاقي teacher اسم المدرس، وبعدين الديو ديت او التاريخ اللي انت لازم تسلم الاساينمنت ده قبله. يعني انت لو سلمت الاساينمنت بعد May 30th 2025 مش هيتقبل، فلازم تسلم قبل التاريخ ده. بعدين الديسكريبشن دي بيكون فيها شويه معلومات عن الاساينمنت، وبعدين الانستراكشنز دي بيكون فيها توجيهات ازاي تحل الاساينمنت. اول حاجه داونلود the attached PDF file. هندوس داونلود ريسورس علشان ننزل البي دي اف فايل اللي فيه الاساينمنت. بعدين هنفتحه بالشكل ده، هنلاقي PDF فايل فيه توجيهات بتاعة الاساينمنت. يعني أول سؤال عندنا write the correct part of speech next to each word. مديك example. run هيكون verb، يعني run أو يجري هيكون فعل، فهتعمل بقى قدام كل واحدة ال part of speech بتاعها. يعني quickly مثلا هتكون adverb، happiness هتكون noun، وهكذا. بعدين بقى بتقرا باقي ال instructions أو باقي التعليمات، وبعد ما تخلص بتعمل بقى ال word file بتاعك، بتدوس choose file. وبعدين فلنفترض مثلا ان ده الفايل اللي انا عملته، هتدوس عليه بالشكل ده وهتلاقيه ظهر هنا كده. هتدوس submit assignment. في بعض الاحيان بيكون في assignments phonetics او حاجات تنطقها، هتدوس على الزرار ده بالشكل ده، وبعدين هتختار الاختيار ده. هتلاقي فتح لك الكاميرا فهتتكلم وتنطق الكلمات اللي انت مطالب تنطقها، وبعد ما تخلص هتسلم الفيديو بالشكل ده. بعد كده بتتحول الحاله ل submitted بالشكل ده. ده معناها ان انت حليت الاساينمنت ده already، وهنا هيظهر لك الحل اللي انت حليته. لو نزلنا شويه هنلاقي assignment graded. بيظهر لك الجريد دايما بيكون من 10، بيظهر لك بالشكل ده. وبعدين بيظهر لك الانستراكتور فيدباك او التعليق اللي سايبه لك المدرس. هنا قايل لي جود جوب. طيب بالنسبه بقى للاساينمنتس والكويزز، دول بيكون عليهم حاجه اسمها اكس بي. طيب كل درجه في الاساينمنت بتبقى ب 5 اكس بي. انا دلوقتي لان انا جبت 10 في الاساينمنت ده فخدت 50 اكس بي، وانا لان انا طلعت الاول في الكويز ده خدت 50 اكس بي. التاني في الكويز بياخد 35 اكس بي، والتالت بياخد 20 اكس بي. اي حاجه تحت التالت
ما بياخدش اي اكس بي. وده كده بيجيب لك recent performance دي في الاوفر فيو، بيجيب لك recent performance او اخر assignment واخر كويز عملته. يعني انا لو كنت جبت 5 في الاساينمنت ده كان هيديني 25 اكس بي بس. والاكس بي دي بتتجمع في الاخر وبتتحط في الليدر بورد. مثلا دي عندنا هنا الليدر بورد بتاعت الويف بتاعتي او بتاعت الجروب بتاعي، وانا التاني على الجروب زي ما انتم شايفين كده، واحمد السيد الاول واسلام شريف الثالث وهكذا. طيب عندنا بقى صفحه الليدر بورد دي بيكون فيها الترتيبات كلها. اول ترتيب بيكون الجنرال ليدر بورد، وده بيكون على مستوى الابلكيشن كله، كل الناس اللي في اي كورس في انجليزي بيتحطوا هنا. فهتلاقي مثلا عندنا 11 طالب في الكورس كلهم موجودين هنا وانا الثاني عليهم كلهم. وبعدين عندنا الويف ودي بيكون فيها ترتيبك على الجروب بتاعك. بعدين تيمز دي بيكون فيها كل الجروبات وترتيبهم، احنا الجروب بتاعنا الاول وجرين تيم الثاني. بعد كده هنلاقي صفحه الميتنجز ودي بيكون فيها المحاضرات بمواعيدها، ده التايتل بتاع المحاضره او اسم المحاضره، وده الميعاد 30 ماي 2025 الساعه 2 بي ام، وده اسم التيتشر. اول ما بيجي الميعاد ده بندوس جوين بالشكل ده هيوديك للمحاضره سواء بقى على تيمز او على زوم. خلينا نرجع. بعدين البروفايل اخر حاجه. البروفايل ده بيكون فيه بكل بساطه معلومات عنك، اسمك، الليفل اللي انت فيه، والجروب اللي انت فيه. الكورس بينقسم ل4 ليفلات، كل ليفل بتاخد شهر. فاول ليفل هتلاقي الدايره اللي جنب البروفايل دي لونها ابيض بالشكل ده، وفي تاني ليفل هتلاقيها لونها اصفر بالشكل ده، وفي تالت ليفل هتلاقيها لونها بينك بالشكل ده، وفي ليفل 4 بقى لما تكون سينيور هتلاقي الدايره بقى لونها اورنج بالشكل ده. طيب لو نزلنا تحت شويه هنلاقي شويه معلومات عن ادائك في الكورس، يعني زي total XP, assignment submitted, assignment graded, average assignment score ده بيكون متوسط أدائك في الأسايمنتات. وبعدين quizzes taken تقدر من هنا تشوف كل الأسايمنتات اللي عملت لها submit واتصححت والتاريخ اللي انت عملت لها submit فيه. تقدر تشوف هنا كل الكويزز. أنا ما شاء الله دايما بطلع الأول على الكويز وباخد 50 XP. طبعا ده اسم الكويز وده التاريخ اللي انت خلصته فيه. طيب لو رجعنا بقى على الداشبورد هنلاقي الأوفر أول XP ده الإكس بي العام بتاعك، وبعدين الأوفر أول رانك، وهننزل تحت هنلاقي بقى recent performance دي بيكون فيها latest assignment والlatest quiz. ننزل تحت شوية هنلاقي ترتيبك على الويف أو الجروب بتاعك. واخر حاجه هي الابكامينج دي بيكون فيها المحاضره الجايه، ده اسم المحاضره وده التاريخ بتاعها. تقدر تعمل جوين من هنا على طول. وتحتها هتلاقي الاساينمنت الجاي ده بيكون اقرب ديو ديت، طبعا لازم تسلم قبل الديو ديت. ودي الانستراكشنز، ولو دوست فيو اساينمنت هتقدر تخش على الاساينمنت وتشوفه من هنا. اخر حاجه لو عايز تعمل لوج اوت او تخرج من الاكونت بتاعك بتدوس على لوج اوت بالشكل ده.